مستحيل حد يصدق ان كمية الزبدة اللي معايا دي كلها طالعة من 10 كيلو لبن. زي ما انتوا شايفين الزبدة، الكمية اللي قدامي كمية كبيرة، معمولة من وش اللبن الجاموسي، اللبن اللي هو التقيل الاصلي اللي هو بتاع اللبان الاصلي. زي ما انتوا شايفين كمية الزبدة قد ايه، عاملة معايا كمية يعني من 10 كيلو لبن او 12 كيلو لبن. انا محوشة القشطة بتاعت اللبن بعد ما باغليه، وزي ما انتوا شايفين بقى قطع معايا داخلة على الكيلو ونص، يعني بعد الميزان محطوطة. بص عاملة فيه عاملة ايه، عاملة كيلو ونص. زي ما انتوا شايفين الكمية وشايفين شكل الزبدة عاملة ازاي. وخير انتي عاملاه في البيت على ايدك، ينفعك لخزين رمضان كمان. زي ما انتوا شايفين الكمية عاملة معانا قد ايه. تعالوا دلوقتي اقول لكم بقى انا عملت ايه. بعين قشطة اللبن حطيتها، انتوا عينوها في كيس مثلا نضيف، يكون كيس تلاجة، او عينوها في علب بس ما تتعينش في التلاجة. ضروري لازم تتعين في الفريزر علشان خاطر ما تبص مننا، نحتفظ بيها. كل يوم مثلا انا بجيب كيلو اللبن او 2 كيلو اللبن من بالليل، بتاخديهم بتغطيهم في التلاجة وتسيبيهم. تاني يوم بتستعملي اللبن وتستفادي باللبن وتشربيه. والقشطة بتاعت اللبن دي انا بشيلها. قشطة كيلو اللبن معاكي قشطة 2 كيلو، زي ما انا بعمل كده، بس هي بتبقى قشطة تقيلة لان اللبن بيكون دسم معانا. فضيت معاكم اول علبة، انا حطاها في العلبة مثلا تيجي كيلو، يعني الكمية دي تبقى 2 كيلو قشطة. شوفوا بقى 2 كيلو قشطة هتطلع لي داخل على كيلو ونص او 2 كيلو الا ربع من الزبدة. زي ما انتوا شايفين القشطة، بس القشطة بتبقى تقيلة. يعني اللبن لازم يكون جاموسي تقيل. لازم تكوني جايبة اللبن من مكان انت واثقة فيه عشان تضمني ان هيطلع لك قشطة. زي ما انتوا شايفين مش مروبة اللبن ولا اي حاجة. ده انا غليت اللبن وسبته على النار غلي لحد ما كل شوية اوطي عنه واقلبه وهو بيغلي عشان يقطع معايا قشطة كتير. زي ما انتوا شايفين بقى كده، اهو كل ده. بلم بقى القشطة وبحطها في علبة. انا بحطها في علب، انتي مش متاح عندك علبة ممكن تحطيها في كيس ابيض يكون نضيف، كيس تلاجة. وعينيه في الفريزر، لازم تحتفظي بيه في الفريزر علشان خاطر ما تبص منك. تيجي تطلعيها بقى ملت منك كيلو، انا ملت عبت معايا 2 كيلو، بدات ان انا احطها اهو. فضيت العلبتين معاكم وابدا ان انا اضربهم بايدي. انا بحب يعني استعمل الحاجه بايدي. انتي مش عايز تعمليها بايدك، اعمليها بمضرب خلاط، في خلاط مضرب كهرباء. الكبة عندك سهل قوي قوي انك تعمليها بكبة. حطي مكعبين 2 تلج في الكبة صغيرين، مكعبات تلج صغيرة، وابدأي ان انتي تضربيهم. بس انا في ايدي، يعني في ايدي كده بايدي ممكن تاخد مني 10 دقايق ربع ساعة. انتي في الخلاط او الكبة مش تاخد منك 10 دقايق. بس هو الاسهل الكبة والاسرع. انا هقعد الف فيها كده ما تبقى القوام بتاعها يبقى إيه؟ الاول بيبدأ يبقى معايا كريمي، كريمي خالص اهي. بعد كده هتمسك ايه، بعد ما تبقى كريمة تبدأ ان هي تمسك في بعضها كده. تتقل مني بقى، تحس ان هي بدأت تتكون، تبدأ ان هي تتكون كور كده، تتقل في ايدي. الا يستصعب ضرب الايد ان انت تضربيها على ايديكي، لا خديها بقى واضربيها في الكبه. بس لازم تكون متلجه. هي سهله الضرب قوي في الشتاء. في الشتاء بتبقى سهله منك وتستعمليها على طول. انا لقيت الطبق مش عارفه اضرب فيه قوي صغير، فايه حطيت في طبق اكبر بحيث ان انا اعرف الفها قوي وتتضرب معايا بسهوله. هي تبدا بقى ان تفتت مني، يعني بعد ما بتبقى كريمه مني اول حاجه، بعد كده بتبدا ان هي تتقل كده تبقى تخينه، بعد كده تبدا تبقى فتافيت بقى خالص، هتفتت مني خالص كده اهي. يبدأ بقى اللبن بتاعها تفصل، ويبدأ ينزل ايه اللي هو الخض بقى. ده اسمه الخض، ده اللبن بتاع اللي هينزل منها اهو. وهتطلع كمية لبن كويسة، كمية خض كويسة. انا هعمل بيها قرص هتعجني بيها عيش، هتعجني بيها حاجات كتير قوي. انا هعمل لكم بيها قرص هتبقى خطيرة، هتشوفوا. وريحة الزبدة بتبقى ملهاش حل. حاجة نضيفة انت عاملاها على ايدك وحاجة ضمناها. زي ما انتوا شايفين تقعد تلفي بقى، تقعدي تلفي فيها لحد ما خلاص بقى تفصل، وتبقي متأكدة ان مفيش فيها مية خالص. مش هتحتاجي انك تعرضيها لصدمة المية بتلج، لان انا متأكدة ان منزلة كمية اللبن اللي فيها كلها. انا منزلة من الزبدة بتاعتي دي خلاص، نزلت كمية اللبن اللي فيها. فمش محتاجة بقى ان انا اعرضها للتلج ان هي تمسك معايا. هي هتكور دلوقتي وتظبط معايا، وهتشوفوا بقى وانا بكورها لكم. وتعمليها بقى كور، تعمليها الازرار اللي هي الطويلة دي اللي انت بتشتريها من عند الفلاحين. بس بتبقى الزبدة فظيعة بجد، بتفرق قوي قوي. انت استفدتي باللبن شربتيه، استفدتي باللبن عملتي بيه اي حاجه، عجنتي بيه اي معجنات. وفي نفس الوقت القشطه دي في ناس بترميها او بتسيبيها في التلاجة تنشف، لا القشطه دي بقى عينيها واحفظيها عندك في الفريزر مش في التلاجة، وهتستفادي بيها في الاخر. هتطلع لك كميه زبده. يعني انت ممكن تكوني صارفه على اللبن 300 جنيه، 350 جنيه، الزبده دي هتعمل معاكي 500 جنيه. يعني كيلو زبده دلوقتي ب 350 جنيه، الكيلو ونص زبده يعمل معاكي مثلا 500 جنيه. فانت مستفاده طبعا، استفدتي باللبن واستفدتي ما جبتيش حتى حق اللبن اللي انت جبتيه. زي ما انتوا شايفين كده انا بدات ان انا اعملها كور، وبتنعميها بقى بين ايديكي خالص وتصفيها خالص من الميه. مش محتاجه بقى ان انا احطها في تلج ولا في اي حاجه، هي مظبوطه. في الصيف هنحتاج ان احنا لازم نحطها في تلج.
عشان تمسك معانا، لكن هي كده احنا عشان في الشتا مظبوطه معانا ولونها جميل قوي، والريحه بتاعتها بتبقى يعني دي سمنه بقى، سمنه اصلي اساسي، زي ما انتم شايفين كده عاملينها على ايديكم. بصوا اللبن بتاعها قد ايه، كميه اللبن دي مش هنرميها، حتى انا هعجن في نفس الطبق كده القرص اللي انا عجنها دي كميه الزبده كلها اهي اللي طلعت معايا. هبدا بقى ان انا اجيب الميزان عشان اشوف بقى وزنها قد ايه، طلعت معايا قد ايه. يعني شوفي بقى كميه اللبن اللي انت جبتيه عشان تعرفي ايه انت وفرتي قد ايه. كميه اللبن اللي انت جبتيه 12 كيلو 10 كيلو حسب اللبن وحسب تقل اللبن ودسامه اللبن. وانت بتغلي اللبن وطي عنه واقعدي قلبي فيه قلبي فيه بمعلقه كتير كل شويه، لما تلاقيه بدا يغلي هيعمل معاكي قشطه كتير قوي. يعني ممكن كيلو لبن يعمل معايا مثلا 200 جرام قشطه او ربع كيلو، ازيد من ربع كيلو قشطه. زي ما انتم شايفين انا الكميه بتاعتي دي كلها 2 كيلو قشطه، يعني العلبه كيلو فعاملين معايا 2 كيلو قشطه. قلبوا بقى، بص بقى قد ايه، كيلو ونص زبده على الميزان. انا مصفره الميزان يعني فاصله الطبق خالص عن الوزن اهو، كيلو ونص اهو. شايفين بعد ما عملته، زي ما انتم شايفين بقى الكميه قد ايه، وحاجه انت عاملاها في البيت وحاجه نظيفه تعينيها في الفريزر تستفادي بيها تسيحيها. انا هبدا اسيح معاكم عشان اوريكم برضو لونها في التسييح. هبدا ان انا اوطي النار شمعة خالص واحط شعرة ملح صغنونة خالص. انا ما سيحتش الكمية كلها، انا سيحت ممكن اقول كده نص الكمية، يعني انا سيحت معايا 5 كور بس، وسبت بقى كورتين و... واربع صوابع من الكبار اللي انا عاملاهم. بصوا الجمال، بصوا اللون بتاعها، بصوا الخضار بتاعها، بجد بجد بتفرق حلو قوي قوي، جميلة والريحة بتاعتها جميلة. يلا بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللي ما عمليش متابعة يعمل متابعة ويعملوا لايك. هبدأ بقى ان انا اصفيها عشان المرطة بتاعتها كل المرطة اللي فيها دي ما تنزلش معايا، ابقى واخدة السمنة صافي خالص. بصوا لون السمنة وجمال السمنة. اعملوا لايك بقى يا بنات يلا للفيديو الجميل قوي ده، واللي مش عامل متابعة يعمل لي متابعة. يلا بقى واستنوني بقى اوريكم انا هعمل ايه باللبن اللي طلعته من الزبدة ده. بصوا اللون، لون السمنة جميل قوي قوي،